السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا كأمهات ومعانا عيال وقاعدين في البيوت، اكتر حاجة او اكتر مشكلة تواجهنا ازاي ننظم وقتي وازاي ننظم يومي وازاي يومي يكفي اني انا ننجز كل المهام اللي ورايا او ننجز كل الحاجات اللي ورايا. ازاي انا نقدر نحقق المعادلة دي او نعمل الموضوع ده كله. إني أنا نبقى مراعية لعيالي وأكل وشرب وغسيل، وإزاي نبقى منظفة البيت ومروقاه ومشطبة المطبخ وعاملة المطلوب مني ومخلصة الغسيل واللي معاه مذاكرة، وتضيفي على ذلك أنا مرأة عاملة أصلا وشغالة. فإزاي أنا أقدر ننظم وقتي وإزاي أنا أقدر ننجز المهام بتاعتي خلال اليوم. وخلي بالك إني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن يعني عايزة نقول لك ربنا إذا كلف أعان. أنت طالما ربنا مقدرك فمديكي الحمولة على قد الشيلة، يعني أو الشيلة على قد الحمولة زي ما نقول، ان انت ربنا عارفه قادره فمديكي. تعالوا نقول لك ازاي انا اقدر نعمل ده كله، وازاي انا اقدر ننظم يومي بشكل مرضي بنسبة 90%. ونقدر نخلص كل المهام اللي ورايا وننجز كل اللي ورايا. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. ما تنسيش تحطي لي اللايك، ازاي انزلوا حطي لي لايك. اللايك قاعد عامل الفيديو ويرفعه ويخليه يتشاف بشكل افضل. طبعا سيبي لي كومنت بدعوة حلوة ولكن بالمثل يا رب ان شاء الله، وتشتركي وتنوريني. مبدئيا انا مرأة عاملة، للاسف انا شغالة يعني. فانا اطلع الصبح وانا ارجع الظهر او قبل الظهر يعني، تمام. فاعتبري يومي يبدأ من قبل الظهر او من الساعة 11 ونص 12 كده مثلا. اول حاجة انا اعملها اني انا نفكر في الغداء، هنسيبه كل حاجة على جنب ونبدأ نفكر في اللقمة اللي هتتاكل. أهم حاجة وأول حاجة، سواء كنت أنا مجهزة من قبلها بيوم، أما مجهزة في دماغي أنا هنعمل إيه أو أنا هنجهز إيه، أو كنت هندخل نرتجل عاد في المطبخ نشوف الكلام على إيه يعني. ولكن يعني أنا أن نرجح أو نفضل إن أنت تبقي عارفة نفسك هتعملي إيه من بالليل. ده بالنسبة للمرأة العاملة اللي شغالة اللي في البيت، يعني ممكن قدامك وقت الصبح مثلا إن أنت تبدأي تفكري إيه هتعملي أكل. ولكن كمرأة عاملة ابدأي من بالليل، حطي في دماغك الغدا بكرة هيكون إيه. إن كان حاجة محتاجة تجهيز محتاجة تحضير، حاجة هتطلع من الفريزر ابدأي من بالليل طلعيها. أو لما تصحي الصبح نصحى ونصلي الفجر ونبدأ اي حاجه تبدا تتجهز جهزيها واطلعي على شغلك وتعالي شوف الكلام على ايه. انت ومشغله البوتاجاز على النار، هاتيلك سلكه وشويه بريل وابدا يشط بالحوض. انت وشغاله اي معونه جاي تحت ايدك شط بيها، اي مواعين قديمه قاعده شط بيها، في كل من عندك عايز يتملي امليه، بحيث ان انت هتطلعي من المطبخ مجهزه الغدا شطبه المطبخ وماليه الكل من ميه صاقعه ودنيا المطبخ تمام. انا بالنسبه لي المطبخ لو اتشطب ولو اتجهز، انا كده بالنسبه لي المطبخ يعني نص البيت، المطبخ تلات أرباع البيت كمان. حصلت كركبة بعد الغدا وفي شوية أطباق ومعالق ومواعين وكده. معليش بس أنا تعبانة وأنا كنت في الشغل، فلازم أنا أبدأ نفصل ونريح حتى لو نص ساعة في القيالة. لازم بعد الظهر بعد ما نتغدى ونصلي الظهر أنام لي شوية يعني. العيال يبقوا جو من المدرسة، أو حاليا ما فيش مدرسة فيروحوا كتاب أو مقرأة يعني. يبدأوا يجوا يتغدوا ونريحوا كلنا. هنقوموا في العصر اللي عليه واجب يبدأ يعمله. أهم حاجة يبدأوا يعملوا الواجب، وأنا نبدأ نلم في البيت. اللم عاد فيه هدوم مترمية في كل ناحية، وفي ممكن يكون في غسيل كنت حاطة دورة في الغسالة ما اتنشرتش، نبدأ نطلعها ونحط بدالها، نروح ننشر ونشيل المنشور ونحط في الغسالة. زي ما انتوا عارفين الغسيل مش خلاص تمام. بعدين نبدأ نلم في البيت وننفض، ندي تنفيضة سريعة كده بقماشة ونلم. بما إني أنا دور أرضي والتراب عندي فلازم يوميا أنكنس ونمسح، يوميا أنكنس ونمسح البيت. فنبدأ في العصر إن نشيل الغسيل ونحط دورة غسيل جديدة في الغسالة وننشر المغسول في البتاع ده. كده موضوع الغسيل. نبدأ ندخل المطبخ في شوية طباقة وشوية كركبة الغداء، نبدأ نشطب المطبخ. بعدين نطلع على باقي البيت، نروق الترويق العادي اليومي، ونبدأ إن نكنس ونمسح. الموضوع ده يخلص بالنسبة لي على المغرب أو بعد المغرب. أنا أبقى روقت البيت الترويق اليوم، إني أنا كنست ومسحت وغسلت المواعين ومخلصة الغسيل بتاعي. آخر حاجة ندخل ناخد دش ونغسل الحمام كده. أنا موضوعي خلص. هيكون عيالي خلصوا الواجبات بتاعهم، الواجبات بتاعتهم، وطلعوا وخدوا لهم لعبة، يروح يلعبوا مع أصحابهم شوية، يلعبوا قدام البيت، يلعبوا مع بعضهم. أهم حاجة يكونوا خدوا لهم لعبة في الوقت اللي أنا أنظف فيه البيت أو أروق فيه البيت. ندخلوا بعد المغرب وهم يستحموا، ناخد هدومهم ونحطها في الغسالة. لو في تجهيز الأكل بكرة أنا أبدأ نجهز. أنا أبدأ نشوف أنت عليك حفظ إيه تعالى يلا نحفظه، أنت عليك مذاكرة إيه يلا تعالى نذاكره، ونبدأ وناخدولنا شوية مع بعضنا في المذاكرة والمراجعة والحفظ. نبدأ نجهز لهم عشاء، نشوفهم إيه محتاجين.
نبدأ نناموا عشان نستقبلوا يوم جديد. الخدمة دي كل يوم بيومها، مش اسطمبة ثابتة أو مش موضوع ثابت إن أنت لا أنا يوميا أنا أعمل الموضوع ده، لا في حاجات مستجدات الجاي، في حاجات عملتها امبارح مش هنعملها النهاردة، في حاجات ما عملتهاش امبارح هنعملها النهاردة. لما تحسي ساعات كده البيت محتاج تنظيفة عميقة أو البيت محتاج إن أنت لا تقلبيه، لا خلاص البيت جاب آخره، في فرش عايز يتغسل، في تلاجة عايزة تتغسل، في بتاع، تبدأي تعملي حاجة واحدة بس يوميا مع خدمة البيت العادية. ما تبدأيش تكرك بالبيت كله بقى وتفضيه عليه وضيه وتبدأي تشتغلي فيه، لا حاجة حاجة. نبدأ النهاردة نغسل التلاجة مع خدمة البيت العادية وتجهيز الأكل وترويقه عشان مكان نعرف نقعدوا فيه مكان نظيف ورايق، ومع الغسيل والمواعين وكده. بكرة نبدأ نمسك الدولاب مثلا بس الروقة مع خدمة البيت العادية ومع التنظيف العادي بعد، وهكذا كل يوم نبدأ نعمل حاجة بسيطة مع خدمة اليوم العادية. ولكن في نهاية اليوم لازم البيت يكون متروق ويكون رايق، بحيث إني أنت مرتاحة نفسيا إني قاعدة لك في مكان نظيف ورايق، وعيالك متعودين على النظافة إن هم قاعدين في بيئة نظيفة وبيئة صحية وبيئة كويسة، ويطلعوا نضاف أحسن من البيت اللي متكركب ويعود العيل إن هو يبقى مكركب. جوزك حيبقى قاعد في بيئة مرتاحة وبيئة تمام، وفي نفس الوقت أنت مراعية كل حاجة وراكي وشايفة كل حاجة مطلوبة منك وبشكل مرضي إلى حد ما، ولكن مش تعبة نفسك ومش مرهقة نفسك. والله الموضوع مرهق جدا، يعني هو الموضوع متعب ومرهق، يمكن خصوصا للمرأة العاملة أو للست اللي شغالة، لأن هي تبقى في صراع، تبقى عايشة في صراع إني أنا عايزة نلحق نجري نروح عشان نجهز، نجري نروح عشان نلحق العيال قبل ما يجوا من المدرسة، نجري نروح عشان نلحق نعمل كذا ونعمل كذا. يبقى الموضوع بالنسبة لها مرهق. يعني مثلا فترة الأجازة لما ناخد أجازة ونقعد في البيت، لا يا دي عيشة تانية يا جدع، ده احنا ما كناش عايشين يعني. تبقى عيشة مختلفة خالص يعني. ولكن اللهم لك الحمد، كل نعم ربنا حلوة وكل نعم ربنا جميلة. كانت جدتي لها كلمة زمان تقولها إن كركبة المواعين وكركبة البيت دليل على إن الناس زينة. الناس فيها صحة والناس كويسة والناس أتاكل وأتشرب والناس كويسة يعني. فأيوة أنا اتضايقة وساعات من الخدمة ومن الكركبة، ولكن الحمد لله على نعمة الصحة والعافية يا رب، وإن إحنا عايشين وأنكركبوا وإن العيال فيها صحة اللهم لك الحمد وزنين وتمام. عايزة نقول لكم إن أنت ما تكلفيش نفسك فوق طاقتها، ولكن ما تهمليش البيت وما تتركيش. أنت لو نظفتي أوضة واحدة في اليوم إقصاد تجهيز الأكل والغسيل وأوضة واحدة، أنت كده زي الفل. حج بكرة تعملي الأوضة التانية جنب تجهيز الأكل وجنب الغسيل ده اللي مش هيخلص يعني اللي هو بشكل يومي، وهكذا كل يوم هتلاقي نفسك إن أنت خلال الأسبوع أنجزتي ونظفتي وروقتي وعملتي كل حاجة. أهم حاجة إن أنت ما تبطليش، وأهم حاجة البركة في البكور، إن أنت طول ما صحيتي بدري واشتغلتي وبدأتي في تنظيف البيت والترويق بدري بدري، طول ما هتخلصي بدري وهتلاقي اليوم فيه بركة واليوم طويل معاكي واليوم أنجز معاكي وعمل معاكي كل حاجة وكل المطلوب منك هتلاقي نفسك خلصتيه وأنجزتيه. أهم حاجة حافظي على الصلاة وحافظي على الأذكار، إن طول ما أنت شغالة قولي الأذكار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أذكار الصباح أذكار المساء والصلاة على النبي. الحاجات دي هتلاقي نفسك مديكي باور، والله فعلا أنا مجربها. هتلاقي نفسك مديكي باور إن أنت كده إيه شغالة وهتنجزي وهتعملي كل اللي وراكي. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب بالصحة والعافية، ويديم علينا نعمته وفضله، ويديم علينا سكن البيوت يا رب إن شاء الله، ويعيننا ويقوينا. لو وصلت لحد هنا حطي لايك وحطي كومنت بدعوة حلوة ولك بالمثل يا رب، طبعا اشتركي ونوريني، والسلام عليكم.